السلام عليكم. أهلا بكم. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة إن شاء الله يا بنات هنعمل مكرونة بشاميل بالسجق بوصفة اقتصادية جدا جدا. بشاميل اقتصادي جدا، مش هيكلفك كتير، حتى لو ما عندكيش لبن كفاية حليب كفاية. يلا بينا نشوف الفيديو. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في حلة على نار حطيت فيها معلقتين سمنة أو معلقتين زبدة اللي موجود عندك. ضيف عليهم 6 معالق دقيق. هنقلبهم كويس قوي لغاية ما الدقيق ياخد لون ذهبي ذهبي فاتح. تمام يا بنات، أنا واحدة واحدة معاكم أهو. البنات الجديدة اللي عايزة طريقة البشاميل هي دي الطريقة، بنقلبها لغاية ما ياخد اللون ده. أول حاجة هننزل بيها لبن. انتي في الوقت ده اطفي على النار، انزلي باللبن كوباية كوباية. حطي كمية الحليب اللي انت عايزاها. النهاردة هعمله بطريقة اقتصادية جدا. انا كده نزلت بتاني كوباية لبن. قلبي حلو قوي بمعلقة خشب، لازم معلقة خشب او مضرب سلك، بس انا هعمله قدامك اهو بالمعلقة الخشب، مش هيكلكع مني خالص. بتفضلي هنا تقلبي لغاية ما اللبن يختفي خالص، وبعدين ابدأي انزلي انزلي بالكوبايه بالكوباية اللي بعدها. دي تالت كوباية زي ما انت شايفاني كده. قلبي قلبي جامد لغاية ما اللبن يختفي. بعد كده عايزة تدخلي المضرب السلك تعملي بيه براحتك. المكون اللي معانا هنا بقى شوربة. هنزود شوربة مش هنزود لبن. احنا قلنا ده بشاميل اقتصادي وهيبقى طعمه حلو جدا. البشاميل ليه كذا طريقة يا بنات، دي طريقة من الطرق ودي طريقة اقتصادية قوي وطعمه جميل جدا. هننزل بكمية ونقلب عشان ما يكلكعش منك زي ما انت شايفاني كده. انا ما قطعتش حاجة من الفيديو عشان تشوفيني وانا بعمله، وفي الاخر هيطلع زي الكريمة مش مكلكع اي حاجة. واحدة واحدة يا بنات. انا بوريكي السمك لسه تقيل. هنزود تاني الشوربة مغلية. اللبن كان ساقع كل ده وانا طافية على الحلة مش مولعة عليها. اول ما الدقيق خد لون ذهبي فاتح طفيت على النار، بدأت انزل باللبن وبعدين بنزل اهو بالشوربة. بالراحة يا بنات واحدة واحدة علشان البشاميل بيبقى سخن جدا عشان ايديكي. بالراحة خالص. زي ما انتوا كده شايفين يا بنات، ما كلكعش مني زي ما انت شايفه. شايفين كريمي خالص ازاي. برضو عايز شوربة تاني هزوده شوربة تاني. تمام كده خلاص. هو كده وصل للسمك اللي انا عايزاه لانه لسه هيتقل. انا كده شغلت النار تاني عليه بقى. انا كنت طافياها من البداية، اول ما الدقيق خد لون دهبي رحت طافياه. شايفين مش بيمسك في المعلقة، خفيف. انا عاملة حساب لما يغلي هيتقل. انا بوريكي هنا المضرب السلك ممكن تستخدميه لو انت مش عارفة تعمليه بالمعلقة. حطيت هنا معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسمر، لو موجود فلفل ابيض عادي حطيه. فلفل اسمر مطحون او فلفل ابيض مطحون. هنا بوريكم يا بنات البشاميل لما غلي بطفي عليه. هنا بنزل
وهنا حطيت ميه تغلي للمكرونه. اول ما غليت نزلت بالمكرونه وملح و3 معالق زيت، وبتطلع 3/4 سوا. انا هنا في طاسه تانية او اي حاجه عندك انزلي بيها بشويه زيت، حوالي 4 معالق او 3 معالق، ما تكتريش. بصلايه وفلفل رومي وطماطمايه كلهم متقطعين شرايح رفيعه، شرايح رفيعه مش طويله، يعني البصلايه قطعيها 4/4 كده شرايح. هيستوي خالص. انا كده كده مشوحه السجق لوحده. انا هنا نزلت بملح، وهنزل ربع معلقه 7 بهارات، وربع معلقه فلفل اسود مطحون، وهنزل عليهم بالسجق المقطع. السجق ده انا عملته قبل كده في القناه. غليت شويه ميه ونزلت بالسجق وهو صوابع لسه، يا دوبك الميه غليت رحت خرجت السجق من الميه وسبته يتصفى، وبعدين شوحته. لما شوحته رحت مقطعه وحطاه على الخلطه. تمام يا بنات. انا هنا طاجن بايركس او اي صينيه عندك، اي طاجن دهنته دهنه خفيفه زيت، ونزلت بنص البشاميل في قاع الصينيه. شايفين يا بنات البشاميل تقلي ازاي؟ هو بيبقى السمك ده. انا بوريك المكرونه مسلوقه 3/4 سوا. بننزل بنص كميه المكرونه ونضغط عليها بايدينا كده ضغطه خفيفه عشان تتجانس كده مع البشاميل. وهننزل بخلطه السجق الرهيبه، وبعدين يا بنات هننزل بباقي المكرونه، وعليهم باقي، وعلى المكرونه باقي البشاميل، بالترتيب كده يا بنات. رهيبه يا بنات، طعمها حلو جدا. دي جبنه موتزاريلا مبشوره، هنحطها على وش المكرونه. هنشغل الفرن، ندخل طاجن المكرونه في الرف الاسفل على الصاجه خالص من تحت، ربع ساعه تقريبا كده. وبعدين هتاخد وش من فوق من تحت الشوايه، اللون الذهبي الحلو ده، وبألف هنا وشفا. رهيبه يا بنات، طعمها جميل جدا برغم انها معموله ببشاميل اقتصادي جدا جدا. بنحبها سخنه وسايحه كده. بألف هنا وشفا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده يا بنات. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني ان شاء الله في وصفات حلوه كتير مميزه. دمتم بخير وسعاده. السلام عليكم.